السلام عليكم، اهلا بيكم في فيديو جديد. لو انت اول مره بتشوف الفيديو ما تنساش تعمل اشتراك في القناه وتفعل الجرس عشان توصلك الفيديوهات اول باول. كمان ما تنساش تشارك الفيديو مع اصحابك لو عجبك الفيديو، وان شاء الله يعجبك الفيديو مقدما. فيديو النهارده هو فيديو بيطلب مني كتير. طبعا الفيديو ده احنا بنتلافى حاجات كتيره، وهي نوعيه الهارد بتاعك او امتداد الهارد. بمعنى ان حضرتك بتحرق نسخه ويندوز. طبعا النسخة بتتفاجئ إن بعض الأجهزة مش قابلاها وفي أجهزة بتقبلها، فإحنا قولا واحدا للمشكلة دي هو الطريقة الرسمية اللي إحنا بنعملها من على موقع مايكروسوفت نفسه. مبدئيا حضرتك بتروح على موقع مايكروسوفت، وهسيب لك لينك تحميل الموقع في الوصف تحت الفيديو ده في الديسكريبشن. بنبدأ إن إحنا ننزل بالسكرول كده لحد ما تلاقي كلمة داونلود ناو تحت عنوان Create Windows 10 Installation Media. بنعمل داونلود من هنا. أما بتعمل داونلود بتبدأ إن الأداة تنزل معاك فوق هنا، ممكن تفتحها من هنا، وممكن تيجي على داونلودز من تحت من هنا تلاقيها نزلت معاك زي ما تحب. فأنا ممكن أفتحها على طول من داونلودز عشان اختفت، بس هلاقيها موجودة. دبل كليك شمال عليها كده بيديلك رسالة السماحية، فهتقول له يس أنا عايز أفتح الأداة. طبعا الأداة جميلة جدا وبطريقة رسمية، طريقة محترفة. حضرتك تقدر إنك تعتمد عليها بآخر إصدار لنسخة الويندوز بتاعك، بمعنى إن حضرتك بتحمل ويندوز جديد، ويندوز مش محتاج إن يعمل أبجريد. حتة إن يعمل أبديت ممكن يعمل أبديت، بس أنت بتحمل آخر إصدار كنسخة تمام، نسخة خام بمعنى صح يعني. بيبدأ إن يحمل معاك الويندو اللي حضرتك شايفها دي. بعد كده بيديلك اللايسنس دي، وبتبدأ إن حضرتك توافق عليها من هنا، تعمل أي أكسبت أو أكسبت من على طول من هنا. بص بقى، أنت عندك اتنين هنا اختيار إنك ممكن تعمله. ممكن تعمل أبجريد ذيس بي سي ناو، اللي هو تحدث نسخة الويندوز بتاعتك لو ويندوز 7 أو ويندوز 10 قديم. وممكن تعمل كرييت انستليشن ميديا، اللي هو إنشاء وسط تقدر إنك تعتمد عليه زي اليو اس بي أو الدي في دي. احنا اللي يهمنا الاختيار التالي بنعلم عليه بالشكل ده، ونبدأ ان احنا نعمل نيكست. بعد كده بيديلك بيانات النسخة. اول حاجة اللغة انت عايزها ايه؟ انا مش عايزها يونايتد كينجدوم، لا. هبدأ ان انا الغي الاختيار ده، لان الحاجات دي كانت باهتة ما تقدرش انك تعلم عليها زي كده يعني. هتبدأ انك تلغي ده وتقول له انا عايزها انجلش يونايتد ستيتس من هنا. والويندوز ويندوز 10، والمعمارية عندك ممكن تحمله 32 وممكن تحمله 64. لو حضرتك عندك باقة النت كويسة حمل الاتنين، اعمل البوس كده هتلاقيه آه ظهر معاك 32 و64 هتحمله عادي. بس انا كتوفيرا للوقت وكتوفيرا لباقات الانترنت هبدأ ان انا اخليه 64 بت. لو الجهاز عندك ضعيف او الرامات بتاعته مش معدية ال 2 جيجا مثلا والهارد عادي، اختار نسخة 32. تمام. بعد كده بنعمل نيكست من هنا. بيقول لك انت حابب انك تحملها ايزو او تحرقها على نسخة او الفلاشة على طول. لا، انا حابب ان انا اعملها على الفلاشة. وهنا بقول لك انت عايز فلاشة على الاقل 8 جيجا. تمام. بنبدأ ان احنا نعمل نيكست من هنا. انا طبعا حاطط الفلاشة بتاعتي، والفلاشة بتاعت 64 جيجا. هعمل نيكست من هنا. طبعا هو ادالك الفلاشة اللي هي بارتيشن اف. لو جينا نفتح مع بعض نشوف الفلاشة موجودة فين. فعلا هي واخدة الاف. تمام. نرجع تاني نعمل نيكست من هنا. بيبدأ انه يحمل معاك زي ما حضرتك شايف كده. طبعا دي بتاخد وقت، فانا هسيبها مع نفسها كده وارجع لك تاني اما تخلص.
بعد كده المفروض حضرتك بتعمل فينش من هنا، وبتفنش العملية معاك، علشان خلاص انت أديت المهمة بنجاح. لو جينا ان احنا نشيل الفلاشة من الجهاز بتاعنا ونحط الفلاشة تاني، زي ما حضرتك شايف كده، هتلقى الدنيا ظبطت معاك. يعني انا جيت فتحت ازاز بي سي اهو. طبعا لقيت ان الفلاشة اخدت الشكل الجديد اللي هو شكل النسخة اي اس دي. ده كان فيديو بسيط كده حبيت ان انا اشاركه معاك، اتمنى يكون عجبك الفيديو، وحابب اوصيك بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان توصلك الفيديوهات اول باول، وشكرا ليك على المشاهدة.